حبيتي ديري سورجي القماش ديالك وما عندكش ماكينه تاع سورجي، عندك ماكينه تاع بورتاتيف كيما هذه ولا كبرى ولا اي نوع تاع الماكينات، المهم يكون فيها الزيكزاك. كيفاش رايحين نريقليوها باش دير لنا السورجي؟ عندنا هنايا الحروف هذه تابعين لهاد الغرزات، يعني لكل حرف يرمز الغرزه. اللون الوردي يعني غرزه خفيفه، اما اللون الازرق اللي راهو هنا واللي راهو هنا يريقلي الغرزه، يعني اللون الازرق يتبع هنايا لا طونسيون تاع الغرزه باش يريقليها الواسعه ولا ضيقه. هنا تخيري الحرف ومن بعد تخيري اللون الازرق. يعني هنايا انا راني حندير الحرف تاع السي، ما رانيش حندير هذه لانه هنا الغرزه تخرج بزاف كبيره، جربتها. راح ندير الحرف السي وهو الزيكزاك يكون ضيق. نقدر ندير هنايا السي هدايا في اللون الازرق ويخرج لي الزيكزاك شارجي يعني باسي بلا، وهذا خاص بالتطريز. نريقلي لا طونسيون تاعي للحرف واحد ولا اثنين هكذا. اما هنايا خيرت الحرف تاع السي ولا الدي، رايح نجربو الدي، يعني السي ولا الدي كيف كيف. هنايا تكون واسعه وهنا يكون ضيق، نجربو في الدي ومن بعد نديرو في السي. هنا عندي هاد البيد بيش هذا باش يشد لي هنايا الحافه تاع القماش. نحطوه هنا. نسيت باش نقول لكم الريكلاج تاع لا طونسيون نديرها في الرقم 2، يعني الخيط ما يكون مرخوف ما يكون مزير، يعني يمر بسهوله. هنا شوفي حاولي ما تسرعيش في الخياطه باش ما تقعدش، باش ما يتقطع لكش الخيط هكذا. انا هنا راني شويه نسرع. هكذا وراني تحصلت هنايا. شوفي الخيط هذا راه طار ديجا. راني غلقت القماش هكذا. شوفي كيفاش تحصلي تقريبا كيما تاع السورجي. المهم يغلق لك هادوما الخيوط ما يقعدوش يسنسلوا. نروحو نجربو الحرف سي. هنا بالسي نكمل. نحي هاد الخيوط الزياده. شوفي هنايا في السي راهو قريب كيما الدي، بصح تكون الغرزه ضيقه. هاي هنا الخياطه. من جهه كاين بيد بيش تاع السورجي فيه لا لام، فيه هذاك السكين هكذايا يكون حاد يقطع القماش او ميم طون يدير لك غرزه تاع زيكزاك. راهو يدير 120 الف في الجزائر، انا ما عنديش، يعني استعملت فقط اللي عندي. المره الجايه ان شاء الله راني رايحه نشريه ونعود نستعمل به السورجي ديالي. انا نقطع هادو الطرف، يعني هدايا البيد بيش نسحقوه بزاف تاع السورجي، يعني تكون فيه لا لام تقطع لي هاد الخيوط زياده، ماشي كيما انا كي خيطت عليهم. شوفي قعدوا لي وما راحش يطيروا على خاطر انا خيطناهم الزيكزاك. هذا استعملت القماش تاع الباش، تقدري تستعملي اي نوع تاع القماش نديري له زيكزاك. كاينه حاجه فقط نسيت باش نقول لكم، هذا الزر راح يتحكم لك هنا في البيش ديالك في العمود هذا. يعني كي يكون قماش خفيف نحطوه هدايا باش يتزير لنا هنايا، وكي يكون القماش خشين نطلعوه هكذايا، نطلعوه راهو هنا هكا، نطلعوه هكذايا ونخيطها به عادي. يعني كي يكون القماش خشين يتمشى عادي، اما كي يكون القماش خفيف تاع دراوات ولا ساتان ولا لازم نحطو هدايا باش يحكم لنا هنا وما يقعدش يلعب. هذا هو الشرح تاع الغرزه تاع السورجي.
جربوها وقولوا لي اذا نجحتكم معاكم، ولا حبيتوا شرح خاص بهذه الماكينه العنيده اللي راها مهبله بزاف الخياطات وما يحبوهاش. نحط لكم فيديو ان شاء الله في مره اخرى، نحط لكم فيديو نشرح لكم كيفاش ريقليتها وكيفاش تخيط لي بلا ما تقطع الخيط. سلام.